الفيديو ده مش محتاج انترو، اظن الانترو اللي في الاول ده كفايه. بس كل اللي اقدر اقوله لكم ان احنا النهارده هنعمل وصفه من الوصفات اللي بتكون موجوده في المطاعم بارقام كبيره، والولاد بيحبوها جدا جدا. هنعملها بطريقه حلوه قوي مختلفه ولذيذه، وكلكم هتحبوها ان شاء الله. تعالوا نشوف ازاي عملنا وصفه النهارده في خطوات بسيطه ووقت قليل قوي. بس كالعاده قبل ما نبتدي ما تنسوش تعملوا لايك وشير. تعالوا نشوف بقى هنبهر الفراخ بايه. حاجات بسيطه قوي بس بجد عدم المبالغه بيبقى حلو قوي. هنحط نص معلقه من الفلفل الاسود، نص بابريكا، ونص زعتر، ونص توم بودره، وهنحط كمان نص ملح، وهزود معلقه او معلقتين من زيت الزيتون. اقلبي كل الكلام ده مع بعضه كويس وبس، احنا مش محتاجين اكتر من كده صدقوني. حاجه بسيطه جدا بس بتدي طعم حلو قوي. هاخد صدور الفراخ اللي عندي ايا كان العدد، انا عامله صدرين اتنين بس. هشيل اي جزء زياده فيها وبعد كده هبتدي اخد القطع اللي هي بنعملها ستريبس، بس هقطعها بزياده شويه زي ما انتم شايفين كده. يعني هحاول اخليها تكون عريضه قد ما اقدر. اخدنا جزء من الصدر معاها فبقى شكلها كده. هبتدي باقي الصدر اللي عندي اقسمه نصين بالشكل ده، كاني هعمل بانيه بس هيكون اتخن شويه، يعني مش هيكون رقيق قوي زي البانيه. هو ده اللي انا عايزاه. شايفين السمك كده هو المناسب قوي. هبتدي بقى اخد التتبيله اللي احنا جهزناها مع بعض دي، ونبتدي نتبل الفراخ من كل ناحيه زي ما انتم شايفين كده. طبعا هتتشرب التتبيله دي بسرعه جدا. بقلبها على الناحيه التانية زي ما انتم شايفين، ما بتاخدش وقت معانا خالص لان الفراخ مخليه، فهتتبل بسهوله جدا. كده انا خلصت الكميه اللي عندي كلها. انا عامله صدرين بس، طلعوا لي الست قطع دول. تمام كده. تعالوا بقى ناخد صدور الفراخ اللي تبلناها دي ونشوف هنعمل فيها ايه. على النار حطيت معلقه من زيت الزيتون، وحطيت عليه كمان مكعبين من الزبده. وهبتدي قبل ما الزبده تسيح تماما هبتدي احط عليها صدور الفراخ، لان انا مسخنه الطاسه زي ما انتم شايفين كده. هحط الصدور على نار عاليه، وهبتدي اول ما تتصدم معايا اقلبها زي ما احنا متعودين. طيب هل الزبده مش هتتحرق لو حطينا زيت؟ هتتلسع برضو لان احنا مستخدمين زبده بلدي، فطبيعي جدا ان بيبقى فيها مرته طبيعي تتحرق، بس مش هتاثر معانا خالص، بالعكس هتدي طعم حلو جدا جدا للصوص. هتشوفوه دلوقتي. قلبتها زي ما شفتوا كده، وعايزه اقول لكم بقى ان الزبده اللي تحت دي احنا هنستخدمها. بعد ما قلبتها على الناحيتين هديت النار وسبتها لحد لما تستوي تماما. وطبعا هي متقطعه شرايح فمش هتاخد وقت معانا نهائيا. الشويه اللي في الطاسه دول بقى هم اللي انا عايزاهم. احط عليهم معلقه من الدقيق، معلقه ممسوحه، وهبتدي اقلب الدقيق كده معاهم. عايزه اقول لكم بجد بجد البهريز اللي بتكون في قلب الزبده اللي نازله من الفراخ ونازله من البهارات مع الزبده وزيت الزيتون بيخلوا الصوص اللي احنا هنعمله ده في حته تانية. هزود عليهم جبنه. انا كان عندي موتزاريلا اصابع الحمد، هبتدي اخد منها كده 3 4 صوابع بس، وهبتدي ابشرهم بالمبشره. ممكن تقطعيهم بالسكينه عادي جدا، بس لما تبشريهم هيسهل ان هم يعني يسيحوا بسرعه، ما ياخدوش وقت معانا في التقليب. دي الكميه اللي انا عملتها. هبتدي اشيلها كده احطها في بوله عندي على جنب، وهزود معاها كمان ميكس الحمد. تقدري تحطي اي نوع جبنه انت بتحبيه، انا بقول لك انا بحب ايه وبعمله بازاي. هحط مج من الحليب ده مؤقتا، ولو احتجت هزود. هقلب بقى كويس جدا. انا هنا حطيت الزبده عليها الدقيق عليها الحليب، وهقلب لحد لما الحليب عندي يبتدي يعني يبقبق شويه كده. هحط له شويه من البابريكا، وبعدين هبتدي انزل بالجبنه اللي عندي بالتدريج. المهم ان الحليب عندي يكون ابتدى يغلي كده. شايفين من الجوانب كده بتاعه الطاسه ابتدى يبقبق معايا. هحط نوعين الجبنه ورا بعض عادي، وابتدي اقلبهم كويس جدا. ممكن بالسباتولا عادي، ممكن تستخدمي مضرب سيليكون لو انت خايفه تكتل معاكي، بس هي الجبنه كده كده هتسيح يعني ما تقلقيش. على نار هاديه بقى، ما تعليش النار. وشوفي لو احتاجتي حليب تاني هتزوديه حسب القوام اللي انت حباه. طبعا الجبنه وهي سخنه كده بتبقى قوامها خفيف، بس لما بتبرد بتقفش. فمن البدايه نزود شويه حليب عشان مش هنعتمد على قوامها وهو سخن كده. يعني نخليها سايحه اكتر شويه من اللي احنا عايزينه. احنا هنا بنعمل صوص جبنه زي اللي في المطاعم واحلى كمان. شايفين الجبنه معظمها ساح معايا. انا مهديه النار يا جماعه، وبقلب على نار هاديه لحد لما كميه الجبنه اللي عندي كلها تسيح وتديني الصوص الخطير ده. حقيقي طعمه كان خطير، من احلى المرات اللي عملت فيها صوص جبنه، بجد لازم تجربوه. وهنا خلاص بقى جاهز معايا بدون اي تكتلات زي ما شفتوا كده. هرفعه من على النار، وفي الوقت ده انا سلقت المكرونه. وتعالوا بقى نغرفه في الطاجن في الطاسه. هو بيتباع في المطاعم عاده في طاسات، وفي بيقدموه في طواجن، فبيبقى حلو قوي. بعد ما حطينا كميه صوص الجبنه اللي احنا محتاجينها هنحط بقى الفراخ اللي عندنا. انا قسمتهم في 2 طاجن كده زي ما شفتوا. ممكن على فكره تحطوا المكرونه تحت الصوص، بس انا بحب اقدمها كده، والمكرونه تكون في طبق لوحدها، وبعدين نزود فراخ وصوص زي ما احنا عايزين. لو في شيري توميتو بشوي شويه كده وبحطهم في الجوانب، بتبقى طعمها تحفه. ما كانش فيه، فانا قطعت قطع طماطم صغيره وحطيت شويه زيتون صغيرين، برده ممكن تحطي شرايح زيتون. وبعد كده هديها رشه من الشبت. وبرده على فكره رشه الشبت دي بتفرق في التست جدا جدا جدا، هي مش للشكل بس. شايفين شكلها بقى تحفه، وانا اضمن لكم طعمها. وبجد بجد لازم تجربوا وصفه النهارده. زي ما قلت لكم انا قدمتها مع مكرونه سباكيتي.
قدميها مع اي حاجه، اغرفي بقى الكميه المناسبه ليكي، ودوقي احلى مكرونه مع فراخ بالصوص هتاكليها في حياتك، وبجد بجد هتدعي لي. جربوا بقى وصفه النهارده، تغيير شويه عن الفرايد تشيكن والستريبس والحاجات اللي الولاد طول الوقت بيطلبوها، ومع ذلك هيحبوها. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير، بحبكم جدا، اشوفكم على خير والسلام عليكم.